فيلم قدحة هو فيلم ما بين الحب والكره، بين لا لوميير اي لوبسكوريتي، ما بين القالة والقالة، وكذلك فيلم ما بين الكبار والصغار. عسلامتكم. الفيلم فيلم قدحة بين الخيال والواقع، يمكن بين كيما نقولوا فكرة نبتت هكا في حنايا الروح كيما نقولوا، ومتأثرات الواقع وتوترات الواقع بحلوها ومرها. بين هذوما الزوز يجي فيلم، جو بونس بين هذوما الاثنين يجي فيلم. وفيلم قدحة زاد بين فيلم وفيلم ان شاء الله. بين اخر فيلم قبل قدحة كان شركة لوميير فيلم مع انيس كذلك في الكتابة والانتاج، مع فيلم زريعتنا، وفيلم توا مازلنا كي صورناه شريط قصير لودينغ. دونك بين الفيلم والفيلم فما فيلم كذلك. قصة قدحة بدات بصورة شفتها في التلفزة كما شافوها الناس الكل، اللي هي صورة الوليد الصغير ديلان لو كورد أو السوري المطيش على حافة البحر. الصورة دي أثرت فيها برشا، معناتها تألمت منها برشا، لأنه الطفل كان ضحية لا ديسيجيون تاع بوه. والفيلم قدحة جاء من التصويرة هذه، معناتها خممت قلت كان البو ما هزش ولده معه، شنو مصير الوليد هذايا، وتبنى الفيلم من الصورة هذيك. قصة قدحة بديت بورقة ونص. كان عندنا فكرة أولى مع أنيس، هو فكرته الأصلية كان اسمه بوات دو ساردين، طفل صغير ويسرقوا من وسط اجتماعي معين وكذا. فقلت له علاش ما نطوروش، وبدينا المشوار من شريط قصير في البداية إلى شريط طويل أخذ معناتها 3 سنوات تطوير في الكتابة. قدحة خاطر تعرف القدحة هي التنسال اللي تخرج من البريكية أو من عرف الوقيد. واليوم معناتها كيف تشعل أنت الوقيدة يمكن تعطينا الضوء، تعطينا لا لوميير، ويمكن تطفى ما تشحلش الجملة. ويظهر لي قدحة والطفولة اون جينيرال في تونس في مكان الشرارة هذيك تنجم تعطينا الضوء وتنجم تنطفي إلى الأبد. قدحة كيف ما خاطرنا احنا قادحين الكل في تونس، يظهر لي بطريقة أو بأخرى. قدحة هي لتنسال، هي الشعلة اللي في كل شخص، في الطفل هذا بالذات، اللي هو في قصة الفيلم يا هل ترى باش يتجاوز حاجات تقدح، تنجم تقدح الأفلام كيما تنجم تطفى. معناتها التجربة هي تجربة القدح، تجربة الحياة. شامة معناتها كتبت أنا وشامة السيناريو هذا عن فكرة لي أنا. بديت الفكرة خرجت مني وكتبت شوية، وبعديك تلقيت أنا وشامة وحكيت لها الحكاية. اللي يميز شامة في الكتيبة هو تكتب ما قبل الفيلم والفيلم وما بعد الفيلم، معناتها وهذايا يخليني إن أنا كمخرج اللي نعتقد اللي الإخراج يبدأ من الكتابة، من مرحلة الكتابة. شامة عاونتني باش نحلم أكثر ما يمكن لي بيرسوناج متاعي، نعرفهم منين جاو ووين ماشيين بعد الفيلم. يظهر لي الكتيبة بالنسبة لي فيها حاجتين، فيها الشغف، لا باسيون، معناتها تحب تكتب، عندك بلوم ولا ما عندكش. أنا نحب الكتيبة في المسرح ولا في السينما ولا في الشعر ولا دونك فما ديجا لا باسيون يظهر لي في الكتيبة. وفما التقنية اللي هي تتطور من تجربة إلى أخرى، حد ما جايب السيد من وذنه، on va pas réinventer le monde، مانيش باش وفما صبر في الكتابة كذلك. ويظهر لي فما تريزة، ستادير تصبر في الكتيبة، سي ان ترافاي دارتيزان. ونحب مكدية من الناحية هذه كذا، نحب حاجة ميتيكولوز نكملوها، سي دو لا برودري فين ليكريتور. كذلك يظهر لي بين حاجتين، بين لا باسيون الشغف والتريزة.
مليكة. مليكة اللي هي شامة بن شعبان في الفيلم هذايا. أول حاجة شامة، شامة ممثلة مسرحية، خدمت مع الفضل الشعايبي. شفتها في أهم مرحلة في حياتها، كانت معايا في صبات العيد. أعطيتها دور أم نادر في الفيلم، وتواصلت العلاقة متاعي. أنا جو فيديل ميزاكتور، ما نبدلش لي زاكتور متاعي، نحاول نعيش معاهم ونعطيهم أدوار في أفلامي. دونك كي جات لا بروبوزيسيون، كنت انا ما بين زوز ممثلات، ما بين شامه وسوسن معالش في الفيلم، لكن خيرت شامه لانها اكثر متشبعه بالدور، ولا لي كاليتي لي كاليتي دو. والله هو في الكتابة ما كنتش نفكر في التمثيل. كانت تجربة بالنسبة لي كتابة سيناريو مشتركة مع نيس، وإنتاج معناتها يمكن اللي خذي كمل أكثر، اللي هو تبع العمل منذ الولادة متاعه حتى خروجه وحتى توا في توزيعه. التمثيل ذاك ركن نحبه، معناتها سي مون جاردان سكري. نمثل وقت اللي نبدا مرتاحة مع ناس نحبهم، سواء كان في المسرح أو في السينما. دونك كيف أنيس اقترح علي عمل كاستينغ هو معناتها كبير كذلك لاختيار شخصية النساء في الفيلم، لي دو مير، الأمات الاثنين. ومن بعد قال لي علاش مش انتي شيماء، بوركوا تو نيساي با. وهكاك من الاول قلت له لا، خاطر لاهيه في الكتيبه وفي اعاده الكتابه للاخر معناتها الديالوج وخاصه الانتاج. قال لي لا هاك هنا مع بعضنا، معناتها شجعني، وكم فما الثقه المتبادله يظهر لي رميت روحي معناتها في التمثيل مره اخرى. برشا حاجات شامة. elle vient d'une معناتها شامة سي أول حاجة عندها بنية واحدة. هذا أول نقطة تشابه ما بينها وما بين مليكة. كذلك لا فراجيليتي متاع مليكة والخوف متاعها على ولدها، معناتها تنجم تعمل أي حاجة ممكنة باش تمنع ولدها، باش تعطيه اون دوزيام في. هو شوف يظهر لي ديما فما حاجات تعطيها من روحك في الشخصيات، لكن ما نتصورش مليكة تتشبه لي، معناتها أكيد عطيتها من ملامحي. أما نقطة الالتقاء هي أني أم كذلك لطفلة صغيرة، وتقول أنت في وضعيتها شنو كنت نجم نعمل. دونك هذا هو معناتها هو شنو التقمص الشخصية تقربها ليك، ويظهر لي في هذاك أكيد فما، ومن بعد تولي معناتها يلزمك تتليس عليه وكهو. معناتها السينما مش كيف ما في المسرح، فما تكون تلقائي أكثر. اون فوا حسيت الشخصية، وأكيد كتابة الشخصية عاونتني من الأول. دونك نعرفها مليكة، نعرف منين جات، شنو الوسط نتاعها، شنو علاقتها بزوجها بابنها. دونك هذا خلاني يمكن تقمص الشخصية بأكثر عفوية. القضايا الكبار اللي طرحت في الفيلم حسب رأيي هي أول حاجة الصداقة، الحب والصداقة، هذه أهم قضية. قضية البتر بصفة عامة، البتر البسيكولوجي أو الجسدي. الثالث حاجة اللي هي قصة الكبار والصغار، ليكوت ما بين الكبار والصغار، وبرشا حاجات أخرى. أهم قضية بالنسبة لي هي الحوار ما بين الآباء والأبناء، اللي معناتها في وقت من الأوقات ذكر لقيت قولة متاع جبران خليل جبران، وجيت نجري لأنيس نقرأ في النبي، قلت له هو معناتها نعرف اللي جبران في النبي عنده التام اللي تعمل الصداقة والحب فهذيك بلورت لنا العمل من هذه الناحية. حطيناها في آخر الفيلم، أبناؤكم وليسوا بأبنائكم، هم يعني أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. يظهر لي مهم أنه
حطينا اسبوع على مساله وهي الحوار مع الابناء. يلزمنا نعطيو الكلمه لصغارنا، نسمعوهم، سي تري امبورطون. يمكن في مجتمعاتنا اكثر من مجتمعات اخرى صغير مش مسموع، ديما نقولوا الفرخ تحكي قدامه اما ما تاخذش رايه، معناتها تقرر في بلاصته باقي فرخ، هو يسمع كل شيء وفهم كل شيء ويحب يقول وما نسمعوش. دونك سي امبورطون هذا مساله الحوار ما بين الاباء الاباء والابناء. النقطة الثانية والمحور الثاني ربما هو غياب الأب، غياب الأب الإله جو ديغي لو بير ديو، معناتها كي البو يمشي نجم يكون حاضر هو غايب، راهو معناتها مسألة لو سيندروم دو لابسونس دو لابوندون مهم برشا في الفيلم. معناتها هذا غايب في الحقيقة، معناتها بصفة واقعية سافر حرق البو وخلى عائلة وراه. كيفاش نعيشوا غياب الأب؟ الطفل كيفاش يعيش غياب الأب حاجة مهمة تحدد معناتها حياة إنسان، كيفاش نتعامل مع الغياب. والغياب الإله معناتها علاش يصير فيا هكا، علاش أنا نلقى روحي في وضعية اجتماعية اقتصادية صعيبة برشا على طفل عمره 12 سنة. الحب يظل لي أهم قيمة طرحت في الحب، التسامح والصداقة. فما الصداقة كي تري امبورطونت في الفيلم هذايا، وكذلك لا ترايزون. القيمة الأولى يظهر لي هي الصداقة بين طفلين، سي دي فرير دو سان، معناتها في الفيلم زوج صغار هما اللي جمعوا شمل العائلتين وخلاو مسألة لا غريف دو فامي تصير. هذولي الصداقة مهمة برشا، والمحبة كذلك، لامور افيك ولا لا تندريس ولا معناتها المحبة. الفالور الثالثة التجربة، أهمية التجربة في الحياة. معناتها في الآخر حتى قدام مسائل صعيبة برشا اللي هي المرض المزمن والموت، معناتها الطفل هذا عاش حاجات صعيبة في حياته، والعائلتين كذلك. كل الأبطال في الحقيقة، كل شخصيات الفيلم، لكن أمام القضايا هذه في الآخر ما لها كان تجربة يلزمنا نتعايشوا معها. حتى لو كان معناتها نتحدثوا مع ناس ديما نقول مسألة البتر، وكنا نبداو مبتورين في مشاعرنا في غياب ناس عزيزة علينا كيف مع غياب الأب، لكن لازمنا نتجاوزوا كيلكو بار. معناتها يظهر لي هذا الهدف في الفيلم كذلك. معناتها الطفل هذا عاش تجربة في سن مبكرة، لكن هذيك الحياة معناتها الحياة بحلوها بمرها يلزمها تكمل. معناتها مش ذا شو ماست جو اون، لا ماهوش شو، هي حياة بحلوها بمرها ونعيشوها ونحاولوا بالمحبة جوستومون ان نقدموا فيها بأحسن ما يمكن. كنت نحلم نمثل في حياتي، معناتها كانت أول حاجة نحب نعملها هو، وجيت للسينما خاطر نحب نمثل. لكن لما اكتشفت الإخراج تبدلت الرؤية متاعي، لأني نعيش ونمثل الأدوار الكل. دونك تقول لي شكون الدور اللي تميل له أكثر؟ أنا نحب برشا قطحة إسانسيالمون، معناتها جيم بوكو لو رول دو قطحة، كيما لو رول دو ليل لا بتيت في، كيما لي دو موتار، جافي انفي دو جوي لي دو موتار، كيما حبيت نعيش أسامة في الفيلم. معناتها ما تتصورش قداش خدمتي كمخرج تخليني نمثل الأدوار الكل باش نجم جو لي ديريج. ولا قطحة أكيد. أكيد الطفل فماش معناتها ديما كي نقولوا دور بطولة غيالمون هو الطفل. نحس سي معناتها سي ان بريفيليج هو انك تلعب دور الطفل فينا زاد. هو الغضب اللي يحمله قدحة حملناه غضبنا احنا كذلك، غضب الشخصيات معناتها الكل. هو الطفل قدحة معناتها اللي يحسه هو في مسألة ضياع الأب وغيابه، حسيناه كيلكو باغ كل واحد بطريقته. وكل فريشور هكا اللي عند الطفل هذيك حاجة حلوة ياسر. معناتها من يظل ما فماش عبد ما يحبش يمثل دور فيه برشا قطايع وبوكو ديموسيون. دونك أكيد
قدحة راني مثل دوري قدحة كي نرجع 30 سنة لتالي بس. المشهد اللي ممكن نجسده أو نعيشه أو نحبه هو أو نكرهه هو الحسرة قدحة في البيت وسكروا عليه الباب. أنا أخيب حاجة نجم نعيشها هي حرماني من حريتي. ما عندكمش الحق تسكروا علي الباب. هو النص الكل حلو ديالوج معناتها كل شخصية اللي نذكرها ما نعرفش هكا توا اللي جا البالي وقت اللي مليكة وهي ما تسمعش برشا خاطر خدمناها في الصون بعديك زدناها الريبليك وقت اللي زوز صغار وقت اللي قدحة يتعارك مع أمه في معناتها في أحد المشاهد وزوز صغار قدحة وأسامة يبكي يقول له ما في باليش باللي صار غير ما نقولوا شنو اللي صار. والصغار معناتها يرجعوا خاطر في وقت من الأوقات يتباعدوا كيما في الصديقة الكل تنجم تجي أوقات صعيبة يرجعوا لبعضهم. والآباء معناتها في حالة نفسية معناتها متأثرين وكذا. الأم تقول مليكة تقول لولدها تقول له ما كذبناش عليكم حبينا نحميكم. هذا حاجة من هذا النوع معناتها ما خبيناش عليكم ما كذبناش عليكم حبينا نحميكم. معناتها مشكلة encore une fois العلاقة مع الأبناء ساعات لازم نخبيو عليهم لو سكري مش على خاطر ماهوش جاهز زاد الصغير حتى كان نقولوا ديالوج ما تنجمش تقولوا كل شيء. معناتها الطرح هذا مهم وانك تحاول تحمي ولادك يا با دو روسيت معناتها مع الصغيرات نجم تحب تكون اب وام مثاليه ومن بعد ما تمشيش الامور معناتها. اصعب واحد انا يظهر لي لو ترافاي افيك لونفونس هو سي ديجا صعيب لاني كانوا عندي 5 صغيرات في الفيلم وتعرفوا الصغيرات ياخذوا اكثر وقت في التحضير وفي التصوير وفي البريباراسيون وفي لا رياليتي دو جو. يظهر لي من اصعب المشاهد اللي عشناهم المشهد تاع البانو اللي امه تقبض عليه في البانو تحسره في السال دو بان وتحب تحكي معاه. الروح متاع ياسين او قدحة حبيت نوصل معها الاكستريم متاع الغضب متاعه وكانت حاجه صعيبه ياسر نشوفوا مازال الغضب متاعه ماهوش قوي. دونك كانت العلاقه ما بيني وما بين بركانه اللي هي الممثله درساف الورده تاني وتفهمنا عليه وكنا متغشين عليه وكان درساف متغش عليه من اول النهار فهمني وهو ما حملش للشيء هذا وكنت انا ديما نقوي في الدوزه باش معناتها وهو يلزم يغزر لها في عينيها وهو ما يحبش يغزر لها في عينيها وكان متغش عليها. هذاك من اصعب المشاهد اللي صورناهم اللي كي خرجت من التصوير لقيت التكنيسيان يبكيوا معناتها معناتها ما فهمتش شنو صاير خاطر احنا كنا في السيت وحسيت اللي معناتها اللي التكنيسيان كانوا متقلقين على الوليد وعلى ما حملوش في قدحة لكن قدحة تبارك الله إلي أقوى من الشيء هذا الكل. ثم العديد من المواقف الصعبة الحق معناتها الفيلم ما كانش سهل في التعامل مع الصغيرات لأنه 5 صغار في الفيلم وهذا شيء ماهوش سهل حتى من ناحية بخلاف لا جيستيون ساعة دو تورناج من الناحية الإنتاجية معناتها المالية ياخذ أكثر وقت معناتها سي لو دوبل دو تون لو دوبل دو ترافاي. دونك ممكن أصعب الأوقات وقت التعامل مع القوس الطفل في وقت من الأوقات باش يشير للسيبل متاعه للهدف وكانت دقيقة العملية جدا معناتها بحضور المدرب وكذا كنا الكل معناتها متشنجين لأنه المشهد مهم في الكتابة. الصغير شعور بأهميته زادة الفريق التقني دوك كنا فما برشا ايموسيون والحمد لله تعدى على خير. هكا نذكر صار اشكال صغير تجرح شويه طفل في سوبر سيتي
لاباس الحمد لله معناتها فوالا 1000 باكي، الناس الكل كانت متأهبة انه يصير على احسن ما يرام بما في ذلك الاطفال. هذا اللي نفكره اكثر مشهد. انا يظل الطرفه الكبيره اللي صارت لنا قدحه في الفيلم. في اول مشاهد الفيلم تفاهمت مع صغيرات. تعرفوا لو ديسبوزيتيف دو ترافاي افيك لي زونفون هو سي دي بياج، تحصلوا اون جينيرال ديما نحصل، ما نحكيلوش كل شيء قدحه، نحكي للاخرين ونحاولوا نفاجئوه ديفون لا كاميرا. دونك طلبت من الاولاد وقتها هما يلعبوا في الماء باش يحاولوا المايو نتاعو غيالمون يخليوه عريان في الماء، وهو كانت اكثر حاجه تغشوا اللي يقعد معناتها ما يحملش الغلبه ياسين. دونك كيف نحاولوا غيالمون سروالو ما حملش الغلبه، هرب من البلاتو قعد يجري 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 والناس الكل خلط عليه، مش نروح مش نروح مش نروح مش نروح. ما رضيناه الا بعد ساعتين من اللي صارت له الحكايه. وتوا كيف شفته من بعد الفيلم وكل شيء قال لي كانت من الاشياء اللي انا حصلتوني فيهم وغششتوني وعجبتني روحي في السيكونس. قدحة ياسين ترمسي من اول المشاهد، خاطر ما تصورش لا كرونولوجي، انا اسيي دو فيلمي في الكرونولوجي، هذا كان مهم هو كي بدا فيلم مع الاطفال، لكن encore une fois من الناحيه الانتاجيه ماهوش ساهل، فما طقس زاد عديد من العوامل. نذكر في البحر من اول مشاهد حلوه برشا، وهو مع زوز صغيرات اخرين دي بري ادوليسون، ما علموش انيس بانه باش يقع نزع الشرط نتاعو. دونك خذوها وهو تغشش بالحق معناتها، هما ما نحاولوش كل شيء لكن تغشش و سيتي امبرسيونون، خاطر ليكيب الكل في بالها هو ما في بالوش. سيتي اوسي بارمي لي سوبترفوج اللي يستعملهم انيس معناتها باش الصغير يعطيك ليموسيون صحيحه. دونك اما هو من بعد فهم اللي هي وصل انه يفهم انه المخرج قاعد معناتها يحرك فيه. دونك الى جوي الجو قعد يبكي وكذا، مي فهم اللي سني كان جو معناتها بون ما نحاولوش فرتو في الاخر. انا يظهر لي اهم حاجه حبينا نوصلوها هو معناتها المشكله هذه نوصل وما نوصلش. معناتها انا معناتها سي اون في دي فيلم، احنا ما نحبوا حتى شيء نوصلوا. انا نحب كل واحد يبدا ليبر في قراءته للفيلم، كل واحد يفهم اللي يحب، كل واحد يعيش التجربة متاع الفيلم كما يحب وكما يشعر بها. يظل لي أهم حاجة اللي حبيت نحكي عليها هي ليكوت دي زانفون. يظل لي وقرارات، هذه القرارات اللي ناخذوها في بلاصة ولادنا، ويمكن قرارات مصيرية. بعد مرات نخبيو حاجات كبيرة على أطفالنا، أو ناخذوا قرارات مصيرية في حكاية الأطفال وما نشاوروهمش وما ناخذوش رايهم، ومن حتى كان ما ناخذوش رايهم يمكن ناخذوا راي بسيكولوج، ناخذوا راي علم معناتها عالم في الطبيب في النفساني. لازم نعطيو الكلمه للصغار معناتها حقيقه لازمك تسمع صغيرك، مش تسمعوا من ذهنيتك انت وخوفك عليه، خاطر فما برشا خوف عند الوالدين مبررة وغير مبرر. يظهر لي بالحق معناتها انك تحاول الماكسيموم تخليك الحوار، مش لازم يكون حوار معناتها نحطوا طاوله وكراسي ونحكي وكذا، لكن ديما تو على ليكوت معناتها تخصص من وقتك. لا ديسبونيبيليتي مع الاطفال مهمه، معناتها لا كاليتي دو تان اللي تعديها مع صغيرك تسمعوا، هذا مهم. معناتها في المسائل الصغيره كيما نحن في قدحه يافي ان ليمون دراماتيك قوي خلينا مساله هذه التخبيه والسكري وتقول ولا ما تقولش مهمه، لكن بصفه عامه في حياتنا اليوميه كل يوم معناتها ونفهموا الناس اللي عندها صغيرات اش معناتها ما يكبر راس الا ما يشيب راس، معناتها خاطر غيالمون لازمك تكون قريب له كل يوم. معناتها دورك انك تواصلوا. معناتها كان نكملوا في البيت نتاع جبران
يقول نحن بمثابة الأقواس الأولياء، معناتها نشيعوا لو ماكسيموم باش صغيرنا ينطلق في الحياة، وهو هذاك في الآخر حتى ظهرك يقوس معناتها أنت في الآخر، خاطر هذاك دورك. سي اون اي بارون سي كوم سا، معناتها اختيار ولا ما تكونش. دونك يظهر هذا هو بالنسبة للقدحة من بعد. هو تجربته مهما تكون الصعوبيه نتاعها، مادام بوه امه بحذاه وبوه حتى بالغياب نتاعو. من الفيلم فهمنا وانه يلزمنا نسمعوا اولادنا لو ماكسيموم، اون ترانسمي لو ميور دو نو ميم، معناتها يظهر لي هذا. فيلم قدحة موجود في القاعات، مقاعات السينما ابارتير من 28 شهر هذايا، دونك شهر اكتوبر الكل وشهر نوفمبر ان شاء الله باش نلقاوه في القاعات. لكن كذلك باش نعملوا برامج خاصه في كامل انحاء الجمهوريه، باش نتنقلوا احنا كفريق عمل للفيلم من مخرج الممثلين المنتجين باش نكونوا معاكم، لاني نعتقد اللي اللقاء مع الجمهور باش يكون يفيد الطرفين، احنا كفريق عمل والجمهور كمتلقي، باش نحكيوا ونحاولوا نوصلوا الافكار نتاعنا. الفيلم هذا موجه للعائله، راهو كي نحكي على العائله راهو نطرحوا مشاكل كبيره ونطرحوا مشاكل، لكن احترام للعائله. تنجموا تمشيوا البو والام والصغيرات، الصغيرات ابارتير دو 10 ans يجموا يتفرجوا في الفيلم هذايا، تنجم المعلمه تهز تلذتها. واحنا ان شاء الله قلنا ان بروغرام بمناسبه السنتينير دو سينما تونيزيان، باش نحاولوا نعملوا 100 عرض 100 اعداديه، لانه الفيلم موجه للاطفال ما بين 10 وما فوق من حتى ل 80 سنة. الوغ الفيلم موجود في القاعات، انطلق يوم 28 سبتمبر، موجود في كامل أنحاء الجمهورية. ندعوكم أنكم تجيوا وتتفرجوا. هو مفتوح لكل الفئات العمرية، تنجموا تجيوا وحدكم، تنجموا تجيوا مع أصحابكم أحبابكم والوالديكم صغاركم. دونك يظهر لي هذا زاد سيت ان افونتاج، خاطر هو بيدو باش يكون معناتها دافع للعائلات وانهم يحكيوا، معناتها يسووا سيت ان فيلم ا ديبا اوسي، معناتها يفتح العديد من النقاشات. فسنوفرا بليزير يجاوا ويقسموا معنا هالحلمه الحلوه اللي قسمناها، اللي معناتها بعض السنوات كمان من حياتنا مع الفريق الفني والتقني. دونك مرحبا بكم، ولا نستناكم في القاعات.